اول ماتش اللي هو ريال مدريد ضد فريق مانشستر سيتي الانجليزي. تفوق ريال مدريد في اول ماتش في مباراة الذهاب 3-0 غادي يعطي واحد الاريحيه واحد الراحه نسبيا لفريق ريال مدريد. مانشستر سيتي وغوارديولا يحتاجون الى معجزه كرويه في ملعب الاتحاد على ارضهم، خاسرين 3-0 في اول مقابله ما غتكون سهله للفريقين. سرعه التوقع على هذه المقابله كنتوقع عليها بليس 2.5. مباراه مثيره وغادي يكونوا فيها اهداف للفريقين. مباشرة الماتش الثاني اللي غادي يجمع ما فريق لشبونة البرتغالي مع فريق بودو غليميت النرويجي. المقابلة ما غاديش تكون سهلة للفريقين. خسرت لشبونة في أول مباراة بثلاثية 3-0 أمام الفريق النرويجي الصاعد والطموح. وعلى هذا الماتش هذا غادي يسالي ب2-1 لفريق لشبونة في هذه المباراة. 2.5 في هذه المقابلة اللي غتكون ما بين الفريق النرويجي والفريق البرتغالي في دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء. بالنسبة للمباراة المجنونة اللي غادا تجمع فريق تشيلسي مع فريق باريس سان جيرمان، كل شيء شاف فريق باريس سان جيرمان اللي اكتسح فريق اللندني بخماسية لهدفين. ماتش اللي غادي يكون صعيب وقوي غيكون اندفاع لفريق تشيلسي. الا قدرت فريق تشيلسي انها تسجل هدفين في اول 30 دقيقه غيكون صعيب على باريس سان جيرمان تتاهل بواحد السهوله. ولكن غادي نشوفوا هذه المقابله جميعا ان شاء الله، مقابله اللي غتكون في المستوى العالي وغيكونوا فيها اهداف غزيره بالاهداف. وكنتوقع ان المباراه غتسالي ب 3.5 ديال الاهداف للفريقين. هي المباراة الأكثر تكافؤا بين المباريات بثلاثة. هذه المباراة الرابعة اللي كتجمع أرسنال وباير ليفركوزن. الوضع الحالي أرسنال وليفركوزن هي المباراة الأكثر تكافؤا. مباراة ملغومة، أرسنال على أرضه وبين جماهيره في ملعب الإمارات. غادي يعول على النتائج ديالو في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي. الضغط الجماهيري غادي يلعب الدور ديالو في فوز أرسنال. لكن فكر ليفركوزن والطريقه اللي كيلعبوا بها فريق ليفركوزن قادرهم انهم يوقفوا فريق ارسنال في هذه المباراه. وتوقعي لهذا الماتش هذا اللي غادي يكون قوي وما سهلش هو توقع منطقي، هو فوز الارسنال بهدفين ل0 او المفاجاه فوز ليفركوزن بهدفين ل1 في هذه المقابله. مهم توقعي صعيب انك تتوقع في هذه المقابلات المشحونه هذا، ولكن غادي نديروا التوقع الاخير هو 2.5 في هذه المقابله هذه. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم.